الناس مش مقدرة ومش مستوعبة حجم اللي انا مريت منه. هما مش فاهمين ده ولا هيفهموا ده، وانا نفسي ان هما يفهموا ده، بس للأسف مفيش حد بيستوعبه ابدا. وده دايما بيخليني للأسف لوحدي. لما يبقى في بيزنس، لما يبقى في شغل حواليا مليون واحد، ولكن دايما في نهاية اليوم بكون لوحدي. اكون لوحدي احسن ما اكون حواليا 2000 بني ادم مش فاهميني. بكون فاهم كل اللي حواليا، كل اللي بيفكروا فيه، كل اللي بيتخيلوه، وانا قاعد ساكت. بحب اسمع اكتر ما اتكلم. جتتي من كتر ما استحملت في الدنيا دي في سن صغير خلتني انسان صلب ما بتكسرش. انا دايما حواليا ناس كتير، بس دايما بحس ان انا لوحدي. في وسط الناس الكتير بكون دايما لوحدي. عشان كده ساعات بتمنى ان انا اكون جاهل، بس في نهاية اليوم بقول لنفسي ايه؟ لا، انا مش عايز اكون جاهل. انا هكمل سعي بالمعرفة اللي موجودة عندي، هكمل بيها سعي. من الحاجات اللي انا مريت بيها في حياتي ان انا كنت دايما كل الناس اللي حواليا عشان خاطر اللي معايا، انما انا كإنسان ما كانش في حد معايا عشان انا. ولما راح اللي معايا لقيت ان كل الناس دي اختفت. ولما الناس دي كلها اختفت انا ابتسمت عشان ربنا خلاني اشوف الحقيقة، وعلشان افهم الدنيا صح اكتر.